السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمل سيام. اللي مش عارفني النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض الكشري المصري. أنا جبت العدس بجبة، نقيته وتأكدت إن هو نضيف تمام، وبعدين غسلته غسلة كويسة وهنقعه في مية سخنة لأن أنا مستعجلة عليه. طب لو مش مستعجلة بنقعه في مية عادية من الحنفية واسيبه على جنب كده مدة ساعتين، لكن المية السخنة هتخليه لمدة ساعة واحدة وبس كده. ويلا بينا نعمل البصلايه. انا قشرت البصلايه وسبت الجزء اللي تحت ده زي ما شفنا مع بعض، وبعدين قسمت البصلايه اتنين. ونروح بقى لمكنه البطاطس نبدا نبشرها بالشكل ده. طب ايه السبب ان انا سايبه القطعه اللي تحت دي؟ شايفين مهما ابشر في البصلايه، البصلايه بتفضل متماسكه ما بتفرطش مني ولا تتعمل مني اجزاء كده. فده بيخليني احافظ عليها على تماسكها واقدر اعملها. حد هيقول لي ما عنديش مكنه البطاطس، ممكن تجيبي القشاره دي بالشكل ده وتقسمي برده البصلايه اتنين وتبداي تقطعيها. المهم ان البصلايه كلها تبقى شرايح رفيعه كلها سمك واحد عشان تتحمر كلها مع بعض. وجبت معلقه سكر وشويه دقيق وشويه نشا وهقلبهم كويس قوي مع البصلايه. سكر على البصل، ايوه السكر على البصل هيخلي البصلايه بتاعتك طعمها حلو ومسكره، وفي نفس الوقت هتبقى خفيفه عليكي، مش هتعمل لك حموم ولا حاجه. وبعدين حطيت زيت، اختبرته بقطعه من البصل كده ان هي تمام. نزلت بالبصل بتاعي وبدات احمره الحمار اللي تحبيه. هدي بس النار ونطلع البطاطس دي. وعايزه اقول لكم على تركه حلوه. شايفين المصفى اللي انا ماسكاها دي حلوه قوي قوي في ان هي بتتخلص من اي زيوت، فيا ريت. وعلى فكره رخيصه، انا كنت جايباها ب5 جنيه. بتساعدك ان انت تتخلصي من اي زيوت. وبس كده عملنا البصل. سامعين صوت القرمشه؟ حاجه عظمه. طيب الزيت بقى بتاع البصل بتاعي هعمل فيه ايه؟ طبعا هصفيه، اسيبه بس يبرد سيكه، وبعد كده هبدا ان انا اصفيه عشان هستخدمه بقى في كل حاجه. نسلق بقى المكرونه. حطيت ميه، الميه دي بس تغلي كده هنزل فيها بملح، بس مش هعمل اي حاجه غير اني هنزل بملح. وهنزل بربع كيلو من المكرونه. طبعا انا بحب اعملها من حجمين متنوعين، فانتي زي ما تحبي الحجم ده ربع كيلو. والسباكيتي كمان بس هكسره طبعا، مش هنزل بطوله عشان الكشري بيتاكل بالمعلقه مش بالشوكه. كسرتها وبرده ربع كيلو من الاسباجيتي وهقلب. وطبعا لازم كل شويه ايدي في المكرونه اقلب عشان ما تكلكعش مني. ضروري قوي تخلي بالك من النقطه دي. كل شويه كده دي تقليبه للمكرونه لحد ما تستوي معاكي. المكرونه استوت، هنزل بيها يعني هنزل عليها بايه؟ بشويه زيت. واقلب اقلب اقلب. طب ايه لازمه الزيت؟ هيخلي المكرونه معاكي تفضل مفلفله ما تلزقش في بعضها، وكمان هيخلي المكرونه آه حلوه. يعني هتحسي ان المكرونه مختلفه كده، بتلمع كده ومش مش معجنه ولا لازقه في بعضيها. ونسيبها كده. المكرونه خلصت معانا، يلا بينا نروح نعمل الشعريه. انا جبت بقى شويه زيت من زيت البصل اللي احنا صفناه، وهنزل فيه بربع كيلو من الشعريه ومحضره طبعا نص كيلو من الرز المصري وغسلاه ومصفياه. احمر الشعريه، بس خلي حمرها يزيد شويه عن ما تكوني بتعملي الرز العادي عشان لونها كده يبقى مميز. بس وبعد كده نزلت عليه الشعريه بنص كيلو من الرز المصري اللي اتفقنا ان انا غسلته وصفيته. وهبدا اقلب اقلب اقلب، اقعد ادي كام تقليبه حلوه كده. وفي الوقت ده انا حاطه ميه على البوتاجاز جنبي بتغلي، عشان انا هنزل بميه مغليه على الرز بشعريه. وشويه ملح وشويه مرقه دجاج تخلي طعم الرز بتاعك كده حلو. ولما احس ان كله كده اتقلب اتفلفل كده مع بعضه، هبدا انزل بكميه ميه سخنه حلوه. طب كميه الميه قد ايه؟ ده انا عامله ربع كيلو شعريه ونص كيلو رز، لحد بس ما تغطي الرز بالشكل ده. الميه تغطي الرز بالشكل ده بالنظر كده بس. وكده خلاص سيبيه على نار عاليه شويه، ولما يغلي ابدأي يهدي والرز بتاعك هيطلع مفلفل وجميل. غليت انا بقى ميه علشان خاطر العدس بتاعي اللي انا نقعته في الاول لمده ساعه، لان كنت نقعه في ميه سخنه. نزلت فيها بشويه ملح وشويه كمون وشويه مرقه دجاج. وبعد كده نزلت عليهم بالعدس لحد ما استوى معايا. شايفين الرز على شعريه مفلفل ازاي؟ والعدس كمان هيستوي على طول باذن الله معاكي. شايفين الفلفله؟ كده عملنا المكرونه وعملنا الرز على شعريه وكمان عملنا العدس بجبه. هنبدا بقى نعمل ايه؟ الصلصه. انا نزلت برضو بشويه من زيت البصل، ونزلت فيه بصلايه صغيره مقطعه صغير خالص. البصل اصفرت، نزلت فيها بمعلقه توم كده، او يعني 3 4 فصوص توم فرمهم حلو ويصفر بس كده التوم. اقوم نازله ب4 معالق من الخل واقلب اقلب اقلب كده حلوه 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 كده. وتكوني محضره لك بقى ايه؟ بتاع معلقه صلصه حلوه، وبرضو اديلها تقليبه كده علشان خاطر ان كل ده ياخد ويدي كده مع بعضه. طيب ولو انت بقى محضره الطماطم بقى وضربها في الخلاط كده وعامله الطماطم بتاعتك حلوه، جهزيها وجهزي معاكي البهارات. انا نزلت بالطماطم بتاعتي اللي ضربها في الخلاط حوالي كام كوبايه؟ حوالي من 4 ل5 كوبايات عصير طماطم. وحضرت بقى ملح ومرق الدجاج وشويه فلفل اسمر وشويه كمون وشويه كزبره. وقلب قلب قلب. كنت نسيت احط الفلفل الاسمر فانا حطيته. وبعدين عندك بقى شويه بابريكا عايزه تحطيهم
وقلب قلب قلب كده العظمه دي كلها مع بعضها. وما تنسيش معلقه السكر، ما تنسيش معلقه السكر. معلقه سكر على الصلصه ايوه بتخليها ما يحماش، وتاكلي مهما تاكلي ما يعملش اللهلبه على قلبك كده. ادي معلقه السكر اهي، تنزلي بيها بقى كده على الصلصه بتاعتك، هتخليها لك جميله. وبس كده خلصنا الصلصه. يلا نعمل الدقه. جبت كوبايه من الميه السخنه، نزلت عليهم باربع فصوص توم وشويه كمون وشويه كزبره، يعني نص معلقه كمون نص معلقه كزبره، عصير 3 4 ليمونات كده حلوين، ونص كوبايه خل. وقلبت كل العظمه دي كلها مع بعضها، ورشه ملح ورشه فلفل اسمر بسيطه كده، وقلبت كل ده مع بعضه. وهيروح على النار ياخد غلوه واحده، غلوه واحده ايوه، يغلي غلوه واحده اطفيه. ليكي بقى مطلق الحريه انك اما تصفيه او تسيبيه يعني بخيراته كده. انا بصراحه بحب اصفيه. ويلا بينا بقى نعمل ايه، نعمل الشطه. نزلت برضو بشويه من الزيت بتاع البصل بتاعنا، ونزلت فيه بقى بشويه شطه كده حلوين، تستخسريش في الشطه، بس خلي بالك الريحه هتبقى جامده قوي وهتعطسي كتير. وقلب قلب قلب كده لحد ما تحسي ان انت شم ريحه الشطه جامد، وهتقعدي تكحي كده وتعطسي كده زي الفل قوي. تكوني بقى محضره ايه، تكوني محضره تلت كوبايه كده من الدقه اللي احنا عملناها، ونص كوبايه من الصلصه اللي احنا عملناها، وتقلبي حلو كده وياخدوا غلوه. وبس كده عملتي احلى صلصه، قصدي احلى شطه. شايفين الزيت على الوش ازاي؟ هي دي نفس الشطه بالظبط اللي بتتباع بره. يلا بقى نغرف مع بعض. انا طبعا ما حطيتش حمص، انا حطيت رز على شعريه وحطيت المكرونه. شايفين مفلفله ازاي؟ ولا لزقت في بعضها ولا كلكعت ولا اي حاجه. شويه عدس. على فكره عايزه اقول لكم ان في ناس بتسوي العدس ده مع الرز على شعريه، بس انا بحب اسويه لوحده بصراحه. والصلصه بقى، وتكوني مجهزه الدقه بتاعتك والبصل الحلو بتاعنا. بقول لكم بقى لو عندكم بقى كمان سلقين حمص تمام، هيبقى حلو قوي زي الجاهز بالظبط. انا بالنسبه لنا مش بنحب الحمص، فانا ما حطيتش حمص خالص. وبس كده، وعندك الدقه وعندك الشطه. ودي كانت وصفتنا النهارده، بتمنى تكون عجبتكم ولكم في رعاية